أهلا بيكم في قناة فيلميزو. في البداية صلي على النبي ويلا بينا نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ بالقمر دي وأبوها بيجي ياخدها علشان تعيش معاها بالعافية، ومهما اتخانقت أو عيطت محدش بيحس بيها. وبمجرد ما بتوصل معاه البيت بتتفاجئ إنه غني وعايش في فيلا كبيرة، فبتاخد قرار مع نفسها إنها تخليه يكرهها وتعمل مشاكل كتير عشان ترجع لبيت والدتها من تاني. وبتجهز عشان تنزل أول يوم دراسة في مدرستها الجديدة، وبتقابل مديرة المنزل وبتقول لها أنا أول مرة أشوف والدك متحمس كده وإنه واقف في المطبخ عشان يعمل لك الفطار. فبتقول كايلا بوحاشة وإنها ما بتحبش تفطر في التوقيت ده، لكن والدها بيقول لها لو ما كلتيش لا هتروح المدرسة ولا أنا هنزل شغلي. فبتضطر إنها تسمع الكلام لأنها مش طايقة تقعد في البيت. وبمجرد ما بتوصل بتتفاجئ من شكل مدرستها الجديدة، وبيبقى باين كده كل اللي بيدخلوها أولاد أغنياء وبس. وبتكون كايلا خايفة وواقفة لوحدها، فبيجي ولد وبيقول لها انت جديدة هنا صح؟ كايلا مش كده، المدرسة كلها مستنياكي تظهري من بدري. وبتيجي جونسون وبتقول لها أخيرا وصلتي. فبتكون كايلا مستغربة لأن مفيش حد عمل معاها كده قبل كده. أكيد دلوقتي لأنها بنت رجل أعمال، إنما زمان كانت بنت ست فقيرة محدش يعرفها. وبتقول لهم إنها عايزة تقعد، لكن عمر بيشدها وبيعرفها إن المكان ده ما ينفعش تقعدي فيه. فبتكون مستغربة، هي المدرسة بتفرق بين الطلاب برضه؟ وفجأة بيدخلوا شلة الأغنياء وهم بيتصوروا سلو موشن وجو عالي على الآخر، وبيلفت نظرها حد منهم فهو كمان بيبص لها. وبتقول لهم كايلا هم دول عيلة أدوارد كولين ولا إيه؟ ما ينفعش نتكلم معاهم ليه؟ حد يفهمني. والبنت اللي قاعدة هناك بتتريق عليها وبتقول لها إيه العربية التحفة اللي كنت راكباها من شوية دي؟ لكن كايلا بتكون واثقة من نفسها وبتقول لها لأ دي عربية بابا، إنما أنا مش غنية أصلا. وبيجي من وراها ميرج فبتتخض وبتقع، ولما بيلحقها بتقول له عمري ما وقعت قبل كده، مش عارفة إيه اللي حصل النهاردة. فبيقول لها هو أنت البنت الجديدة صح؟ فبتكون مستغربة إن المدرسة كلها تعرفها، ولما بتحب إنها تتعرف عليه بيمشي ويسيبها وبيبقى شكلها يتكسف. أما صاحبه بيقول لها ما تحاوليش تصاحبي ده بالذات لأن دماغه صعبة جدا، هتفهمي مع الوقت ما تقلقيش، وأهم حاجة ما تنسيش إن إحنا مش صحابك، صاحبي أي حد غيرنا. ولما بتطلع عشان تحضر أول حصة بيتلموا حواليها الطلاب وبيقول لها رئيس اتحاد الطلبة أنا شايف إن أنت تعرفتي عليهم وده ممنوع هنا. فبتقول له كايلا هي لوحدها اللي تحدد بتعمل إيه وتصاحب مين. وبتشوف ميرج وهو بيفكر يهرب من المدرسة فبتحبه وبتقول له يوم حلو للهروب النهاردة، ممكن أروح معاك؟ وبيقول لها تبعدي عني وما تحشريش نفسك في أي حاجة كده لأنهم أصلا مش شبه بعض. لكنها برضه بتمشي جنبه وبتقول له أنا خارجة مع نفسي، هو الشارع ده بتاعكم ولا حاجة؟ وبعد ما بيمشي خطوتين بيرجع ينده لها وبيقول لها لو مصممة تعالي بس ما تزعليش من أي حاجة تحصل، والقواعد بتاعتي ممنوع الكلام الكتير، ممنوع تسأليني عن المكان اللي هنروحه، وممنوع كمان لما نوصل تقولي لي عايزة أروح. وبياخدها بالعربية بتاعته لمكان غريب، فطبعا بتكون خايفة تنزل من العربية، لكن بيزعق لها وبيقول لها مستنية إيه؟ خايفة ولا حاجة؟ فبتقول له لا طبعا أنا بعرف أدافع عن نفسي كويس. وبيدخل مكتب شكله غريب وبيقول للشخص اللي قاعد ازيك يا بابا ممكن مفتاح الأوضة؟ فكايلا بتتخض وبتقول له عايزة أمشي. فبيبص لها طالما مش قدها بتعملي نفسك جامدة ليه؟ وبيعرفها إن عنده شغل 10 دقايق وراجع، ما تتحركش من مكانك وما تنسيش إن أنتي اللي أصريتي تيجي معايا. لكنها ما بتسمعش الكلام وبتفضل ماشية وراه لحد ما بتلاقي نفسها في مكان غريب وفي ناس حواليها كتير. وفجأة بيظهر قدامها ميرج وبيضرب كلهم وبيقول لها مش قلتلك ما تتحركيش من مكانك؟ فبتحب السكارف بتاعها على ايده لانها اتعورت، وبيعرف ميرج انها ضعيفة والاماكن دي مش بتاعتها، لكنها بتعاند معاه وبتقول له بيتهيألك مش انت قلت بتضربهم ازاي؟ وهي بتتكلم كده اصلا بتقع. فبيشيلها وبيقول لها ايوه خدت بالي، وبيخليها تركب تاكسي وبيقول لها فكري كويس لو عايزة تخرجي معايا بعد كده لانك هتتحاسبي على كل النتائج اللي هتحصل. ولما بترجع البيت بتلاقي والدها مستنيها وبيقول لها من اول يوم تهربي من المدرسة وعملتي مشكلة كمان، انت عايزة ايه بالظبط؟ فبتقول كايلا إنها حرة ومش هتبلغ تحركاتها، وأصلا ما تعرفش هو مين، وأول مرة تشوفه كان من أسبوع، وبتعرفه إنه مش والدها أصلا وعمرها ما هتقول له يا بابا. وفجأة بتلاقي ميرج قاعد وبيقول لها مش كفاية عياط بقى، هو أنت نكدية؟ فبتتسمر من الخضة وبتقول له دخلت هنا إزاي؟ أما هو بيكون جاي عشان يسألها هتنزل معاه ولا لأ، وبياخدها لمكان عالي وبتكون خايفة منه وعايزة ترجع، وبتقول له هو أنت كل الأماكن اللي بتروحها بتكون بتخوف كده؟ لكن ميرج بيقول لها إنه هيحميها وما تبقاش بتخاف منه، وبيقول لها يناموا على الأرض وبيقول لها بغمض عينيها وتسمع أصوات المدينة، لو عملتي كده مرة واحدة هتدمنيها. ولما بتغمض عينيها وبتسرع شوية وبتيجي تبص عليه مش بتلاقيه جنبه، فبتتخض وبتجري على بيتها.
أما والدها لأنه مش عارف يتعامل معاها بيروح لبيت والدتها عشان يقول لها تكلم كايلا وتخليها تبطل عند، فبتقول له طبيعي إنها تبقى مش قادرة تسامحك، مش كفاية سابها لوحدها تتعب مع طفلة عمرها أيام، لكنه بيتأسف لها على كل اللي حصل منه. أما كايلا لما بتروح مدرستها تاني بتسأل سوزانا عن ميرج، هو ليه شاب غريب كده ومش مفهوم؟ فبتقول لها حتى وهم أصحابه ما يعرفوش عنه كتير، لكن اللي باين قوي إنه بيكره البنات وبيعامل وحش، وبرغم كده البنات بتتشد له جدا وبيتقاسموا إنهم يخرجوا معاه، لكنها بتحذره منه وإنها هتخسر حياتها في الآخر. وبتقعد فترة ما تعرفش عنه حاجة ولا حتى بيكلمها، فبتضطر إنها تروح المكان الغريب اللي خدها فيه من كام يوم. ولما بتخبط عليه وبيفتح بتقول له إنها بتمر بأيام صعبة جدا، وإن والدتها مش عايزاها، ووالدها اللي عايشة معاه دلوقتي ما كانتش تعرفه من أسبوع أصلا، ومصمم إنها تعيش معاه وحتى هو بيعاملها وحش. وبرغم كلامها ده بيقفل في وشها، فبتخبط عليه من تاني وبتقول له إنها مش عايزة تعرفه، يعني بقولك سبت البيت وإنت دي معاملتي ليا. فبيرجع يقفل في وشها تاني وبيبقى شكلها أوحش، لكنه بيكون بيلبس هدومه وفي ثانية واحدة بيخرج وبيقول لها يلا نمشي من المكان ده لأنه مش مناسب ليكي. والغريب بقى إنه بياخدها البيت بعيد قوي عن المدينة وبيكون مكركب قوي ومليان رسومات، فبتكون كايلا مستغربة هو رسام فعلا بس تصرفاته ما تقولش كده، وبتسأله هو مخبي حاجة وراه، عامل مشكلة كبيرة، طب هو مين بالظبط؟ فبيقول لها إنه شخص طبيعي جدا لكنه ما بيحبش يعبر أو يتكلم عن نفسه كتير. وبتحس كايلا إنها تعبانة وبتنام، أما ميرج بيفضل طول الليل صاحي وبيرسم، والصبح بتلاقيه محضر لها الفطار وبيعاملها كويس كمان، وبيسأل عن قصة والدها وليه بتكرهه كده، فبتقول له إنها عمرها ما شافته، وفي اليوم اللي والدتها جابتها في الدنيا سابها ومشي وما سألش عنهم تاني، وإنها تعبت من الفقر مع والدتها اللي مش قادرة تصرف عليهم، وفجأة عرفت بعد سنين كتير إن ليها أب وغني كمان. مش بس كده، ده عايزها تعيش معاه وتسمع كلامه وتعامله على إنه أب طبيعي، وبتحب إنها تخرج معاه تتفرج على البلد، فبيديها المفتاح وبيقول لها هي اللي هتسوق وهو اللي هيقعد جنبها. لكن بمجرد ما بتركب العربية بيلاقيها ماشية زي النملة، فبيقول لها تركن على جنب لأن سواقتها مش عاجباه. وفجأة بتقول له إنها بتحس بأمان وهو معاها، فبيكون مستغرب جدا لأن معاملته ليها عكس كده خالص. وأخيرا بيبدأ يتكلم معاها طبيعي وبيقول لها إنها بنت مختلفة فعلا ومش شبه باقي البنات. ولسه هيتكلم والدها بيكون عرف مكانهم وبيقول لها تروح معاه، لكن كايلا بتزعق له وبتعرفه إنها مش عايزة تشوفه تاني. ولما بتصمم إنها ما تروحش معاه بيضرب ميرج وبيشدها، فهو كمان مش بيسيب حقه، وعشان تهدي الموضوع بتضطر كايلا إنها ترجع مع والدها. أما ميرج لما بيشوفها وهي ماشية بيكون متضايق قوي إنها هتسيبه، ولما بيرجعوا البيت بتتفاجئ إن والدها موافق إنها ترجع لوالدتها تاني، وإنه جابها هنا عشان كان حابب تعيش معاه حياة أفضل ويحس إن عنده بنت. لكن كايلا بتقول له إنه غلط ومفيش حاجة يعملها تخليها تنسى تقصيره معاه، لكنها بتهدى عليه شوية لما بيقول لها إنه ندمان عشان عمل معاها كده، وإنه فعلا ممكن ما يكونش أب كويس لكنه حابب يصلح اللي حصل. فبتقول له كايلا إنها هتفكر وهترد عليه حابة ترجع ولا لأ، ولأنها حابة ميرج بتفتكره في كل لحظة، لكن فجأة برضه بتلاقيه قدامها وبيقول لها إنها لو حبته فعلا ما كانتش هتمشي. فبتقول له كايلا إنها مشيت بس عشان المشكلة ما تكبرش، وبيتخانقوا مع بعض لما بتقول له إنها مش حبيبته، فبيزعل وبيفضل أسبوع ما تعرفش عنه حاجة، وبتروح تسأل عليه في المدرسة لكنهم بيقولوا لها إنه بقاله فترة ما جاش وحتى مش بيكلمه. وبيعدي الوقت وكايلا بتبدأ تحب والدها وبتعامله كويس، وفي يوم بيسألها هترجع ولا لأ، فبتقول له إنها حابة تقعد معاه شوية، وبكل اللي شاغل عقلها ميرج وغيابه عنها. في يوم وهي مش موجودة بيروح لها الأوضة وبيسيب لها القميص اللي كانت لابساه عنده، وبتلاقي جواب كمان بيعرفها فيه إنه هيغيب فترة كبيرة، فبتكون مش فاهمة هو بيروح فين ولا حتى بيعمل إيه بالظبط. وبتكلم عمر عشان تسأل عنه يمكن يعرف أي حاجة، فبيقول لها إنه هيروح مكان النهاردة ميرج موجود فيه وإنه يقدر يخليها تشوفه، وبيتفقوا إنها تمشي وراها بالعربية. ولما بيوصلوا وبتدخل المكان بتلاقيه إيفنت لشركة كبيرة، ولأنها جعانة بتاخد بسكوت من قدامها، فبيجي حد من الأوتيل وبيبقى عايز يخرجها بره، لكن فجأة بيشوفها ميرج وبيقول له سيبها. وأول ما بتشوفه بتتصدم وبتقول له هو أنت مين بالظبط، وبتزعق لعمر كمان عشان ما قالهاش أي حاجة عنه بالرغم إنه يعرفه كويس. وبتيجي والدته تسلم عليها، فبتكون كايلا مكسوفة وبتقول لها إنها جت بالصدفة هنا وما كانتش مرتبة وعشان كده مش لابسة هدوم مناسبة، فبياخدها المكان تاني عشان يعرفوا يتكلموا. وبيقول لها ما هديتي لحد ما جيتي، برضه مش انت اللي قلتي انك مش مرتبطة ولا حتى حبيبة حد، ايه المشكلة لما اغيب عنك يعني؟ فبتكون متضايقة منه وبتسأله هو ليه غامض كده وليه عايش في حتة غريبة وفي نفس الوقت باين انه ابن أغنية،
وأخيرا بيعرفها الحقيقة وإنه ما بيحبش يتكلم عن عيلته كتير لأن والده شخص مش كويس بيشتري أي حد بفلوسه، فعشان كده ما بيحبش يتكلم عن حياة الأغنياء لأن حياة الأغنياء مليانة كذب ونفاق، وبيسيبها وبيمشي. أما هي بتكون مصدومة من كل اللي عرفته، وبعد فترة بتروح لمعرض لوح كبير، وفي وسط الصور بتتفاجئ إن صورتها موجودة، وبتلاقي ميرج واقف وبيتفرج عليها كمان، ومش بتكون فاهمة هو إيه اللي جاب صورتها هنا. وفي اللحظة دي بيعرفها إنه حابب يسكن في مدينة تانية، فبتقول له كايلا إنها هتروح معاه في أي حتة هو عايزها، لكنه مش بيوافق وبيقول لها إنه مش عايز يربط حياته بيها. وفي اللحظة دي بيديها السكارف بتاعها وبيسيبها، وبتعدي الأيام وبتبقى حالة كايلا الحالة النفسية مش كويسة. وفي يوم بتتفاجئ إن والدتها بتروح لها عشان تزورها، فبتقول لها كايلا إن حابة ترجع معاها من تاني، وبمجرد ما بتحضر هدومها وبتشوف القميص بتاعه على الرف بتحب إنها تلبسه، وبيبقى إنها مش قادرة تسافر، وبتفكر في اللحظة دي إنها تروح له في البيت اللي أخدها فيه، لكن الجو بيبقى مش حلو والطريق بيبقى فيه مطر كتير، ولما بتحاول توصل لبيته بتقع، لكن ميرج في اللحظة دي بيعرف وبيروح وبياخدها، وبمجرد ما بتصحى بتلاقيه راسم لها صور كتير، فبتقوله إنها حابة تشاركه في أي حاجة وتسافر معاه في أي مكان يروحه. لكن ميرج المرة دي ما بيرفضش، وبيعرفها وقتها إنها أول حب في حياته وإنه مش هيبعد عنها حتى لو هي اللي طلبت. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.